في مثل شعبي دارج بيقول ابن الوز عواه، ده بينطبق حرفيا على شخصية الحلقة دي. الشخصية فعلا اللي جات من أب فاسد وعيلة بالكامل ما فيهاش شخص واحد يوحد ربنا يتذكر بالخير، سواء الأب، العم، الإخوات، العيلة بالكامل سيرتها زي الزفت. تخيل إن الست اللي ربنا سبحانه وتعالى خصها بالعاطفة أكتر واللي اتقال عنها ناقصات عقل، وده لأن قلبها المفروض أكبر من عقلها ويكاد يكون مسيطر عليها، تقوم بقسوة وجبروت سفاحين الحرب. يمكن التاريخ مليان نماذج لستات كتير قوي قاتلة وسفاحة، لكن في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة من النوادر اللي بتخص الست دي اللي بتعتبر من العيلة الحاكمة ومن الحكام. شخصية النهاردة هي بشرى حافظ الأسد، بنت الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وأخت كمان الرئيس الهربان بشار الأسد. عيلة كلها تاريخها مليان وحافل بالمجازر والدم. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كشف المستور. بشرى حافظ الأسد زي ما قلنا ابنة الرئيس السابق حافظ الأسد، واللي حسب بعض المصادر هي تاني ابنة ليه، لأن حافظ جاله بنت قبل كده وكانت اسمها بشرى لكنها ماتت، ولما جت البنت دي اتسمت بشرى على اسمها. ودي بقى موضوع حلقتنا النهاردة واللي هي بطلة حكايتنا. بشرى كانت دلوعة أبوها قوي، والكل طبعا كان بيقول عليها كده لأنها كانت فعلا دلوعة أبوها. حافظ مخلفش بنات غيرها وفوقيها 4 ولاد، وهم بالترتيب باسل وبشار وماهر وماجد. وطبعا لأنها كانت بنت واحدة ما كانش بيترفض لها أي طلب، لكن بشرى كانت بنت متعبة جدا من أولها، من أول ما بدأت تكبر وتفهم الدنيا من حواليها. وطبعا طلع على أبوها وعيلتها نتيجة الدلع الزيادة ده. وقبل ستنا بشرى ما تكمل 20 سنة حتى وقعت في حب مدرب الخيل بتاعهم واللي كان اسمه رامي الشاعر. ورامي ده كان ابن شخص مرموق جدا، ورامي كان أصل فلسطيني وكان هو المدرب الشخصي بيها هي واخوها باسل اللي اصغر منها بسنتين بس. لكن بشرى زي ما قلنا بسبب الدلع الزياده حبيته جدا واتعلقت بيه، وما همهاش حتى رفض اهلها او رفض رامي ذات نفسه، لانه بصراحه كان خايف منهم، وبالعكس طمنته وقالت له محدش هيقدر يعمل له اي حاجه، لحد يعني ما الواد اطمن وحبها هو كمان. وطبعا لما الموضوع اتعرف باسل اخوها رفض الموضوع ده رفض قاطع. دول كمان ما اكتفوش بالرفض، دول دبروا مكيده علشان يقتلوه. لكن بسبب منصب ابوه المرموق اتدخل بعض الناس عند حافظ علشان يمنعوا المكيدة دي انها تحصل. لكن ساعتها حافظ قرر انه ينفيهم بره سوريا كلها. دخلت ساعتها بشرى كلية الطب بأمر من ابوها، وكمان كانت بتجيب درجات عالية جدا بالرغم من انها لا كانت بتذاكر ولا بتحضر ولا تفقه اي شيء عن علم الصيدلة. وده لان ابوها كان بيدفع بسخاء كل سنة علشان الدكاترة يدوها درجات عالية جدا. ولما دكتور بس طلع واتجرأ وقال ان اللي بيحصل ده مش عدل، حصل فيه اللي ما يمكن يحصل ابدا في اي حد، ساعتها اتقبض عليه واترمى في معتقل من معتقلات الاسد. وبعدها خرج وسكت واتعلم انه ما يتكلمش ابدا عن الناس دي. وبشرى قبل ما تتم ال20 سنة كانت ملازمة لأبوها في كل حاجة، زيارات داخلية وخارجية ومؤتمرات وكل حاجة كانت ملازمة زي ظل، لدرجة إن طلع إشاعات إن هي اللي هتقعد مكان أبوها في الحكم. كانت بتتدخل في كل حاجة وبتأثر على قرارات أبوها. لكن فجأة وأثناء وجودها في مرحلة الكلية حل ساعتها أخوها باسل مكانها وتم تهميشها بصورة كبيرة قوي. وبعد ما خلصت بشرى الكلية وقعت برضه في حب واحد تاني، والشخص ده بقى يكون آصف شوكت. آصف ده بقى كان واحد من رجالة الأسد المهمين قوي في الدولة، واللي كان متعود إنه ينفذ له عمليات قتل كتيرة جدا وقمع. ده غير إنه اشترك في مذبحة دموية جدا أقل ما يقال عنها إنها كانت مجزرة وكانت في حماة. والحقيقة إن آصف كان متعود إنه ينفذ أي عملية يقولوا عليها حافظ، وده لأنه كان جندي سابق في جيش الأسد. المهم حافظ طلب من آصف إنه يحمي بنته الدكتورة. طبعا كان واثق فيه إنه مش هيحصل أي حاجة ما بينهم، وده لأن آصف كان أكبر من بشرى ب10 سنين بحالهم، وكمان عنده عدد كتير قوي من الأولاد. وطبعا حصل الغير متوقع ولافت بشرى على آصف ووقعته في حبه فيها، أو يمكن كمان هو اللي وقعها في حبه. وده طبعا لأن آصف كان راجل متعدد العلاقات وبيعرف عنه إنه زير نساء. المهم بقى ان باسل اخوها وحافظ ابوها رفضوا الجوازه دي من الاساس، مش بس لان آصف اكبر منها واتجوز قبل كده، لا، ده بسبب انه من عيله على قده وعيله بسيطه
وهم العيلة المالكة. وقف أخوها باسل قدامها لدرجة إنه سجن آصف فترة من الزمن، وده بدون أي سبب معروف. ولما ساعتها أقنعت بشرى أبوها يطلع آصف من السجن، رجع تاني باسل وسجن آصف أكتر من مرة بدون أي سبب، لكن طلع أخيرا سنة 1993. والوضع ده فضل مستمر لفترة طويلة، جدال ومشاكل يمكن أكتر من 10 سنين، وبشرى واقفة قصاد أهلها في اختيارها لآصف، وأهلها برضه مصممين على الرفض. ومن كتر حبها وتمسكها بآصف ما قدروش إنهم ينفوه زي اللي قبله. المهم لما طلع آصف من السجن حصلت حاجة غريبة جدا، والموضوع ده حصل سنة 1994. مات ساعتها باسل أخوها في حادثة غريبة جدا جدا. باسل الأسد كان فارس شاطر جدا لدرجة إن الناس كانوا مسمينه الفارس الذهبي، وكان محبوب جدا ما بين الناس. وكان كمان أبوه بيجهزه علشان هو اللي يمسك مكانه، وكان بيحضر بيه كل المؤتمرات الدولية، وكانت علاقاته كويسة جدا جدا برؤساء الدول التانية، وكان معروف عنه حبه الشديد جدا للعربيات السريعة. علشان كده كان غريبة قوي قوي إنه يموت في حادثة عربية، وده لأسباب مهمة. إنه ما ماتش مثلا بسبب حادثة مرورية أو خبط في حاجة، لا، ده اتخبط في حاجز. وكتير من الناس شكوا إن الحادثة دي تكاد تكون مدبرة. ومات باسل الأسد، وبعد سنة بالظبط هربت بشرى مع آصف بره البلد. وزي ما قلنا قبل كده إن بشرى كانت دلوعة أبوها، فسامحها حافظ ورجعت تاني بشرى لسوريا، وخصوصا إن اللي كان هيقف في طريقها ويمنعها مات وهو باسل. ورجعت بشرى مع جوزها آصف وحطته في مناصب قيادية حساسة أوي في الدولة، وكمان فضل يترقى بسرعة جدا. وكمان بدأ يبقى لبشرى دور واضح جدا في الدولة، وخصوصا في مجال صناعة الأدوية. في الوقت ده بدأوا يجهزوا بشار الأسد عليه لعنة الله إنه يبقى مكان أبوه. وبشار كانت علاقته كويسة جدا جدا بآصف، علشان كده وضع بشرى استقر أكتر وأكتر، بالرغم من إن علاقتها بأخوها ما كانتش أفضل حاجة، لكن علاقة أخوها بجوزها كانت كويسة. ورغم من كل اللي عملته ده عدى على خير ورجعت بلدها تاني. لكن مصايب بشرى الأسد ما وقفتش في أي مرحلة من حياتها، ولكن ليها مصايب تانية كتيرة قوي. وبعد فترة بسيطة وبداية الألفينات، وبعد موت حافظ الأسد، ساعتها كانت خلفت 5 ولاد خلاص من آصف. وآصف ذات نفسه كان في مناصب ما كانش يحلم بيها قبل كده. قررت ساعتها إنها تستفيد من المؤهل بتاعها اللي هي ما تستاهلوش أصلا. وقتها أخذت قرار من أغبى القرارات، وهي إنها تروح الجامعة تدرس للطلاب بما إنها دكتورة في كلية الصيدلة. طبعا الفكرة كانت ضرب من الخيال ومش منطقية أبدا، لأنها لا كانت بتدرس ولا ملمة أبدا بعلم الصيدلة ولا تفقه أي شيء. فكانت المحاضرة بتاعتها مش مترتبة ومتلخبطة، وكانت مليانة غلطات كتيرة جدا جدا. وفي أثناء المحاضرة بتاعتها رفع طالب إيده وقال إن في حاجات غلط في المحاضرة دي، وقاموا صحح لها، ويا ريته ما كان عمل كده. طبعا لأن بشرى الأسد ما ينفعش تبقى غلط أبدا في أي حاجة بتعملها. أمرت ساعتها باعتقال الطالب ده، ومش بس اعتقال، دول من جبروتهم وقسوة قلوبهم عملوا له عملية إخصاء. وبعد كده طلع من السجن وادوله ورقة مكتوب عليها إنه لا يصلح جنسيا، وقالوا قدام الناس إن بشرى الأسد ادت منحة للطالب ده بسبب إنه شخص ذكي جدا، وادوله ساعتها مهلة شهر علشان يخرج بره سوريا. منتهى الظلم والقهر والجبروت. لكن ده مش غريب طبعا على عيلة الأسد، مش جديد، وده لأن بشرى دموية طول عمرها. وأول حاجة حصلت لما أبوها حافظ الأسد دخل في غيبوبة سنة 84. وقتها عمها رفعت الأسد عمل انقلاب على أبوها اللي هو أصلا جه الحكم بانقلاب علشان يكون هو الوريث للحكم. لكن لسوء حظ رفعت إن حافظ فاق من الغيبوبة بتاعته، وساعتها تم القبض على رفعت الأسد. ونزلت بشرى بنفسها تقطع الصور بتاع عمها من الشوارع، وأمرت ساعتها أبوها إنه لازم يسجن عمها. وبالفعل سمع كلامها واتسجن عمها فترة طويلة قوي لمدة 36 سنة، وبعدها خرج من السجن واتنفى بره البلاد. المهم بشرى فضلت مساندة أخوها بشار رغم كل الخلافات اللي كانت بينهم، وفضلت العيلة اللي بتاكل في بعضها من جوه زي السوس ظاهرة قدام الناس متماسكة وبتحب بعضها، لحد ما قامت ثورة الربيع. وقتها قامت سوريا بثورة ضد بشار ذات نفسه، واللي كان طبيعي جدا ان الناس تقوم بثورة عليهم، لانهم قاموا بمجازر دموية جدا في حق الشعب السوري لا تعد ولا تحصى، سواء بقى حافظ اللي مات ولا بشار اللي هربان دلوقتي. المهم ساعتها بشار وماهر اخوه وجوز اختهم آصف مسكوا في ايدين بعض ووقفوا قصاد الثورة دي،
وعملوا ساعتها مجازر لا تعد ولا تحصى في حق الثورة وفي حق الشعب السوري، لدرجة إن بشار اتقال عنه مجرم دولي بسبب إنه عمل في حق الشعب مجازر كتيرة قوي. لكن ده ولا هم وفضل مكمل في اللي هو بيعمله. وفي 2012 لقت بشرى إن هو ده الوقت المناسب إنها تعمل انقلاب على أخوها بشار ذات نفسه، وبدأت هي وجوزها قاصف مراسلات دولية علشان يشيلوا بشار ويحطوا مكانه قاصف. وطبعا أول ما عرف بشار بالمؤامرة اللي بتدور حواليه دي، أمر ساعتها أخوه إنه لازم يغتال قاصف، ويا ريت ساعتها اغتاله لوحده، ده الموضوع كان أكبر من كده بكتير. ده استنى لما كان مجتمع بعدد من القيادات في مبنى الأمن وقام بتفجير المبنى كله بكل الناس اللي موجودة فيه، ومات ساعتها عدد من القيادات الكبيرة أوي والتقيلة في اليوم ده، ومن ضمنهم قاصف شوكت، واللي كان شغل عدد من المناصب الكبيرة أوي والتقيلة في الدولة، زي مثلا رئيس المخابرات العسكرية السورية، وكمان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وكمان نائب وزير الدفاع السوري. ورغم بقى كل المناصب دي، ورغم كمان الموتة البشعة اللي ماتها، حتى ما كانش فيه جثة القاصف، إلا إن الجنازة العسكرية اللي اتعملت على قبر الجندي المجهول ما كانش بيحضرها بشار ولا حتى أخوه، هي بس بشرى وولادها. وبعد سنة قررت بشرى ساعتها إنها تسافر وتسيب البلد كلها، وخدت أولادها وراحت على دبي. وبالرغم من إنها كانت عارفة ومتأكدة إن إخواتها هم اللي ورا اغتيال جوزها، إلا إنها ما حاولتش تقطع علاقتها بأخوها بشار أو حاولت حتى تعديه، بالعكس دي كانت بتتبرع بشكل دوري للنظام السوري، وكانت كمان بتتبرع لأخوها بشار الأسد ذات نفسه، وده عن طريق النائب ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق، علشان بقى يستمر بالفلوس دي في العمليات الإجرامية ضد الشعب السوري. كانت خايفة من بطش وجبروت بشار بأنه يأذيها أو يأذي ولادها، وكانت كمان عاملة حسابها أنها ممكن تحتاجه في يوم من الأيام. لكن الكل قال وأجمع إنها كانت غير متزنة في الوقت ده، وكانت بتشرب كتير وبتتعاطى مخدرات ومسكرات لا تليق أبدا بواحدة من الأسرة الحاكمة. وحتى في إشاعات في الوقت الحالي عن جوازها من ضاحي خلفان ده. ولما قامت الثورة السورية من كام يوم، خافت بشرى رغم كل الدعم اللي دعمته لاخوها. وبعد ما هرب بشار طلعت هي وقالت ان انا ربة منزل وماليش دعوة باي حاجة من اللي حصلت. لكن طبعا الكل عارف ان كل ده مش حقيقي وكل ده كذب. وطبعا صدر عقوبات دولية قاسية جدا على العيلة كلها، وهي منهم طبعا، واتصدرت كل اموالهم وممتلكاتهم المنهوبة من الشعب السوري في اوروبا، وكمان اتمنعت من السفر لجميع دول الاتحاد الاوروبي. حتى بعد ما تبرأت من اخوها ومن اعماله قدام كل الناس، ده برضه ما نفعش. وقال ساعتها المجتمع الدولي ان كونها بس اخت بشار الاسد وبنت حافظ الاسد فده لوحده دينها، وخصوصا ان نظام الحكم السوري نظام عائلي، يعني دايما العيله كلها بتكون في مناصب قياديه عاليه وبتساند بعضها. في الوقت الحالي بشرى لسه على قيد الحياه، وطبعا طالتها العقوبات الدوليه اللي اتنفذت على كل عائله الاسد، وبالتالي ما تقدرش حتى تعتب ابواب سوريا. وكونها انها عايشه بشكل كويس ومفيش اي حاجه بتحصل لها، فده يخوفها اكتر، لان ربنا سبحانه وتعالى سايبها كل ده من غير عقوبه، فاكيد العقاب هيكون شديد قوي. ربنا ينتقم منها ومن كل عائله الاسد ومن كل اللي ساندهم في ظلم الشعب السوري. واخر كلامي طبعا ونختم بايه من سوره ابراهيم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبس كده، أشوفكم على خير. السلام عليكم.